بيبدأ فيلمنا مع طفلة صغيرة اسمها آنا بتحاول تصحي أختها إلسا علشان تلعب معاها، وبعدها بتقوم إلسا وبيلعبوا شوية مع بعض، وبنعرف إن إلسا عندها قوة خارقة وهي إنها تعرف تحول أي حاجة لتلج حتى لو بكميات كبيرة، فبتعمل رجل تلج لأختها آنا، وأنا بتكون مستمتعة جدا ومبسوطة لحد ما بتتزحلق وتقع، لحد ما إلسا بتحدف عليها كرة تلج علشان تنقذها، وبعدها آنا بتقع على الأرض وبتفقد الوعي، وبعدها إلسا بتكون مرعوبة وتنادي على باباها ومامتها اللي أول ما بيجوا بيشيلوا آنا على طول، وبيلاقي جسمها بارد جدا فبيركبوا الحصانة بسرعة وبيروحوا علشان يعالجوها. وقتها بيشوفهم طفل صغير اسمه كريستوف اللي أول ما بيشوفهم بيروح وراهم على طول بالغزالة بتاعته، وبعدها بيروحوا الغابة فيها كائنات صغيرة اسمها الترول، ووقتها بيعرف كريستوف ان هما العيلة الملكية وان ابوه ملك مدينة ايرلاند، ووقتها كائنات الترول بتحاول تعالج آنا وبيحاولوا يشيلوا من ذاكرتها قوة اختها السحرية لانها لو افتكرت اي حاجة قلبها هيتجمد، وبعدها بيكلم إلسا وبيقولها ان قوتها السحرية كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، وانها لازم تعرف ازاي تسيطر عليها، ولو ما عرفتش تعمل كده كل الناس هتخاف منها ومن قوتها الخارقة. فبعدها الملك بيقرر ان هو يحبس إلسا على طول في القصر عشان محدش يعرف قوتها، وبيمنعوها انها تتكلم مع اي حد من الناس بما فيهم اختها آنا اللي بتكون نست كل حاجة، واختها آنا بتسأل نفسها هي ليه اختها إلسا بعيدة عنها، وبيعدي الوقت والاختين بيكبروا وقوة إلسا بتزيد لدرجة انها اي حاجة بتلمسها بتتحول لتلج، وبعدها بيظهر الملك والملكة وهما ناويين يسافروا في رحلة استكشافية لمدة شهر، بس للأسف بيغرقوا في البحر، ولما بتعرف إلسا بتنهار وبتفضل محبوسة في أوضتها. بعد ما بيعدي وقت كل أهل المدينة بيتجمعوا علشان يخلوا إلسا ملكة عليهم، وبعدها بتظهر آنا وهي مبسوطة جدا وفرحانة ان اخيرا هيحصل احتفال في القصر، وبترقص وتغني بعد فترة حزن طويلة، ولما بتخرج من القصر بتخبط في واحد راكب حصان وبتقع هي في القارب، فبيعرفها بعد كده على نفسه وبيقولها ان هو اسمه هانز وان هو امير من الجزر الجنوبية، وبعدها آنا بتقوله انها اميرة ايرلاند، وبعدها هانز بيعتذر لها على اللي هو عمله وهي بتسيبه وتمشي، وبعدها بيظهر إلسا وهي بتتوج بالتاج، وبعدها بيطلبوا منها انها تقلع الجوانتي بتاعها وتمسك الصولجان الملكي، فبتتوتر إلسا جدا وبتمسكه بسرعة وبترجعه مكانه على طول علشان ما يتحولش لتلج واهل المدينة يعرفوا انها عندها قوة خارقة. وبنشوف بعدها الحفلة لما بتبدأ وكلهم بيرقصوا مع بعض، وبعدها بيقدموا آنا على إنها الأميرة، وبيجي بعدها الوزير وبيهني إلسا على إنها بقت الملكة، وبتيجي أنا بعدها بتهنيها وبتبقى عايزة تمسك إيديها علشان يرقصوا مع بعض، ولكن إلسا بترفض، وقتها آنا بتزعل جدا وبتخبط وقتها في الأمير هانز فبيرقص معاها، وبعدها بيطلعوا يتمشوا شوية مع بعض، فبتشتكيله همها وبتقوله ان اختها بعيدة عنها وانها وحيدة، وقتها الامير هانز بيستغل الفرصة وبيقولها ان هو معجب بيها وعايز يتجوزها، وانا على طول بتوافق وبتاخده بتروح لاختها علشان تقولها، بس إلسا بترفض وبتقولها انها ما ينفعش تتجوز واحد لسه متعرفة عليه، وقتها آنا بتزعل جدا وبتقولها انها نفسها تعيش حياتها بقى وان هي بعيدة عنها ودايما حابسة نفسها في اوضتها، ووقتها بتتعصب إلسا جدا من كلامها، ولما بتحرك ايديها بتعمل حاجز كبير من التلج، فكل الناس اللي في الحفلة بيتفاجئوا بيها، فبتخرج بسرعة من القصر وهي متضايقة، وأول ما بتمسك النافورة كلها بتتحول لتلج وبيخاف منها أهل المدينة، وبتبدأ قوتها تخرج عن السيطرة وبتتأذى الناس بسببها، بتحول بعدها النهر لتلج وبتبعد عن المدينة، وقتها بيظهر التلج في المدينة كلها وبتروح أنا علشان تدور عليها، وبتخلي هانز هو اللي مسؤول عن المدينة لحد ما ترجع، وبعدها إلسا بتروح لمنطقة جليدية وبتبني قصر كبير من التلج علشان تعيش فيه لوحدها،
ووقتها آنا بتكون بتدور عليها وهي ماشية بتقع من على الحصان والحصان بيسيبها ويمشي، ووقتها ما بتشوفش غير محل قدامها فبتدخل فيه وبنكتشف ان المحل ده محل ملابس. وبعدها بيدخل راجل متغطي بالتلج ولما بيجي يشتري شوية حاجات فلوسه مش بتكفي، وقتها التاجر بيطرده بره المحل. وبنعرف بعدها ان ده الطفل كريستوف اللي شافهم وهما صغيرين. بعدها بنشوفه وهو قاعد مع الغزالة بتاعته في الحظيرة، وآنا بتدخل عليه وبتديله الحاجات اللي معرفش يشتريها وبتطلب منه ان هو يوصلها لجبل الشمال لانها حاسه ان اختها هناك. فبيوافق كريستوف وبيركبها العربيه بتاعته، ووقتها آنا بتحكي له كل اللي حصل. وبعدها كريستوف بيسمع صوت غريب جاي من جنبهم فبيلاقي ان في ذئاب محاصرهم من كل مكان. بعدها بيخلي الغزالة بتاعته تهرب بسرعة وفي ذئب بيحاول يمسكه، فبتظهر آنا وهي بتحاول تنقذه وبتحدف على الذئاب شعلة نارية، وبيركب بسرعة كريستوف العربية وبينط من على حافة الجبل. ووقتها عربية كريستوف بتتدمر فبتقول له آنا ان هم اول ما يطلعوا المدينة هتجيب له عربية جديدة. بعدها بيشوفوا راجل تلج جاي يتكلم معاهم وبيقول لهم ان هو اسمه اولاف وان إلسا هي اللي صنعته بقوتها السحرية. وقتها آنا بتعرفه على نفسها فبيقول لها راجل التلج ان هو هيوصلها لاختها. وبعدها بنشوف المدينة كلها وهي متحولة للتلج بسبب قوة إلسا. وقتها الأمير هانز بيوزع بطاطين على الشعب وبيفتح لهم القصر علشان يتحموا فيه. بيشوف بعدها الحصان بتاع آنا هو راجع لوحده فبيعرف ان آنا جرالها حاجة، فبيقرر ان هو ياخد الحراس ويروح على الجبل الشمالي علشان يدوروا عليها. وبيظهر بعدها ان الوزير بيؤمر الحراس ان هم يموتوا الاختين علشان هو يكون الملك. ولما آنا بتوصل على القصر بتطلب منهم يستنوا براه علشان هي تتفاهم مع اختها، واول ما بتدخل بتكلمها وبتقول لها ان المدينة كلها اتحولت بشكل كامل لتلج وانها لازم تصلح اللي عملته وترجع معاها للمدينة. فبترفض إلسا وبتقول لها انها مش عايزة تأذي اي حد. بتخرج قوتها عن السيطرة وبتيجي تلجاية في قلب آنا وبيجي وقتها كريستوف علشان يطمن عليها. ووقتها إلسا بتعمل شكل مخيف من التلج وبيطردهم بره القصر. ووقتها آنا بتكتشف ان في جزء من شعرها اتحول للون الابيض. بيقول لها كريستوف ان لو شعرها كله اتحول للون الابيض هي هتتجمد. وبياخدها وقتها الكائنات الترول اللي عالجتها وهي صغيرة. ووقتها زعيم الترول بيقول لها انها مفيش حل قدامها غير انها تقابل حب حقيقي. فكريستوف بعدها بياخدها علشان يوديها لحبيبها هانز. وبعدها بنشوف هانز والحراس وهم قدام القصر بتاع إلسا، وبيجي بعدها رجل التلج المخيف وبيبعدهم عن القصر. بس الحراس بيعرفوا يدخلوا القصر علشان ينفذوا اوامر الوزير، بس بتعرف تدافع عن نفسها وبتجمدهم. بيجي واحد من الحراس بيحدف عليها سهم وبيجي هانز في اخر لحظة وبينقذها. السهم بيروح على النجف وبتقع بعدها النجف على إلسا وبتفقد الوعي. لما بتفوق بتلاقي نفسها محبوسة في أوضة في القصر ومربوطة بالسلاسل. بعدها كريستوف بيروح للقصر وبيدي أنا للحراس. بيمشي بعدها وهو متضايق لأنه بيكون حبها وتعلق بيها. وقتها آنا بتروح لهانز وبتقول إن حبها ليها هو اللي هينقذها. وبيظهر هانز وقتها على حقيقته وبيقول لها إن هو مش بيحبها وإن هو عمل كل ده علشان يكون الملك. وقتها بيسيبها ويمشي. وبتظهر إلسا بعدها وبتعرف تحرر نفسها من السجن. وبعدها كريستوف بيشوف عاصفة كبيرة موجودة في المدينة فبيخاف جدا وبيروح على المدينة بسرعة علشان ينقذ آنا. وبعدها بنشوف أوليف وهو داخل جوه القصر وبيطمن على آنا. بتحكي له أنا كل اللي حاصل وهو بيقول لها إن كريستوف بيحبها بجد وإنها لازم تروح له قبل ما تتجمد بالكامل. وبنشوف بعدها إلسا بعد ما هربت من القصر وبيروح لها هانز وبيقول لها إن أختها ماتت بسببها. بتقع على الأرض وهي منهارة وبتفضل تعيط وبيستغل الفرصة وبيطلع السيف بتاعه علشان يقتلها. بس بتيجي آنا في آخر لحظة وبتنقذها. وقتها آنا بتتجمد بالكامل فبتحضنها إلسا وبتقعد تعيط. بعدها بيبدأ التلج يروح واحدة واحدة وده بسبب حب كريستوف ليها. تستغل قوتها وبتشيل التلج اللي موجود في المدينة بالكامل. وبيسجنوا بعدها هانز والوزير كمان. بتجيب أنا كمان عربية لكريستوف زي ما وعدته
بيظهر بعدها كل أهل المدينة وهم بيرقصوا لأنهم مبسوطين برجوع ملكة التلج. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.